هذا الامير من اشهر الامراء اللي كانوا مشهورين جدا بانشاء القباب، لدرجه ان بعض المصادر التاريخيه سمت هذا الامير بان هو امير القباب، نظرا لكثره القباب اللي تم انشائها في مدينه القاهره خلال فتره هذا الامير. من اشهر هذه القباب حي القبه اللي موجوده عندنا، اللي موجوده في حي القبه، القبه الفدويه، والقباب نفسها في المطريه او العباسيه. وده بخلاف الاضرحه الدينيه، هو ملوش علاقه بالاضرحه الدينيه اطلاقا، بحيث برضه المشاهد يبقى عارف الفرق بين الاثنين. اللي انا عايز الفت انتباه المشاهد اليه برضه القبه نفسها اللي تم انشائها في حي القبه اللي موجود حاليا، او اللي نسب للامير يشبك من مهدي الدودار فيما بعد، كانت للنزهه والاستجمام والتمتع بصفاء الشمس والهواء في هذه الفتره وفي هذه المرحله، وهو عكس ما يقال ان القبه دايما بتبقى للضريح او للتعبد او الامور الدينيه. دي حاجه خاصه بوسائل التسليه مش اكتر. الوقت بيبقى في عنده مثلا استراحه، بيبدا ان هو يخرج الى هذه القبه، بيجلس فيها، بيتمتع بصفاء الشمس، كل هذه الاشياء. وجدنا